فمما يدل على فضل الطير ورفعة مكانتها أنها جعلت آية من الآيات لبعض الأنبياء عليهم السلام، فقد كانت إحدى دلائل عظمة الله في إحياء الموتى التي أجراها على يد إبراهيم عليه السلام، كما جاء في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. وكانت الطير من دلائل نبوة عيسى عليه السلام وحجته على قومه، إذ قال تعالى عنه: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فكان يصور من الطين على شكل الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا تدب فيه الروح بإذن الله سبحانه. عباد الله، ولحم الطير من جملة الطيبات التي أحلها الله لعباده في الحياة الدنيا، ولم ينه إلا عن كل ذي مخلب منها، كما صح بذلك الحديث. والانتفاع بالطير لا يتوقف على الحياة الدنيا وحسب، فمن طعام أهل الجنة الذي يتمتعون بأكله لحم الطير، كما قال تعالى: ولحم طير مما يشتهون. أيها المسلمون، في ديننا آداب وأحكام شرعية في التعامل مع الحيوانات، فالإسلام حرص على الرفق بها، وذلك قبل نشوء المؤسسات التي تهتم بالحيوان. ومن الرحمة بالحيوان والطير أنه لا يجوز تعذيبها ولا تجويعها أو تكليفها ما لا تطيق أو لعنها أو اتخاذها هدفا يصوب إليه ويتعلم فيه الرمي. كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، إذ في ذلك تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. قال بعض العلماء: خص العصفور بالذكر لكونه أصغر مأكول يذبح، وإذا استلزمت رحمته رحمة الله مع حقارته وهوانه على الناس، فرحمة ما فوقه لا سيما الآدمي أولى. ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أبو داود. والصرد طائر كبير الرأس والمنقار. فبينما أباحت أو أمرت الشريعة بقتل ما يؤذي من الدواب والضار منها، فإنها جاءت بالنهي عن قتل حيوانات وحشرات وطيور لا مصلحة في قتلها ولا منفعة ولا أذى من وجودها، وهذه رحمة من الشارع في منع الأذى وكف التعدي. ولما أخذ بعض الصحابة فرخي حمرة وهي طائر من الطيور، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فزعها لذلك، قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. رواه أبو داود. فهذه رحمته صلى الله عليه وسلم بالطير. وفيه استدعاء قوي لكل امرئ أن يرحم العباد ويحسن إليهم ويرفق بهم ويعطف عليهم.